السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هكلمكم عن القطعه دي بتيجي مع اي راوتر تي بي لينك، وخصوصا الراوترات اللي هي القويه. طبعا الحاجه اللي انت شايفها دي، القطعه دي هي مهمه جدا للي ما يعرفهاش. طبعا هي استخدامها بكل بساطة هي لها استخدامين. أول استخدام اللي هو رفع الباور للراوتر بتاعك أو الأكسس بوينت، بمعنى إن حضرتك ممكن بدل ما توصل الأدابتور بتاع الدي سي أو الأدابتور بتاع الباور، بدل ما توصله في الراوتر، لأ ممكن توصله هنا بالشكل ده، وتبدأ إن حضرتك توصل الكابل ده للراوتر اللي هو البي او اي. ده بتوصله للراوتر، تمام. بتوصله للراوتر باور او اي. ده مسؤول عن ده الباور اوفر ايثرنت. ده اختصارها كده يا جماعه، ايوه، باور اوفر ايثرنت. ده اللي هو الطاقه عبر الايثرنت بصفه عامه يعني، تمام. بعد كده بتيجي من الناحيه التانية دي بتدخله لجهاز الكمبيوتر بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. يعني الابيض ده بتاع جهاز الكمبيوتر. يبقى انت عندك ده مثلا لاي راوتر عندك، سواء هيستقبل بقى واي فاي من مكان بعيد او كده. ده اول استخدام. تاني استخدام بقى اللي هو ايه، عندك مثلا مادة انترنت او لكاميرات مراقبة مثلا، مادد لها واير من ده، وليكن الواير ده مثلا 50 متر، انت محتاج تطوله كمان 50 متر. ممكن تستخدم القطعة دي لنفس الغرض برضو، ان انت تطول بيها السلك، بدل ما تقعد انك تفك الار جي ده وتفك الار جي ده وتلحم دول ببعض. لا، ممكن تعملهم الاتنين عن طريق القطعة دي، وهتشتغل معاك تمام بدون اي مشاكل. ده كان استخدام القطعة دي. اتمنى يكون الفيديو عجبك.